بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة. كما جاء الكلام في الاستوديو التحليلي بأن هذه البطولة أعطت إضافة للأندية التي لا تستطيع المشاركة خارجيا. علي الجمل على مستوى حراسة المرمى نادر سهل بالرقم 24، لكن هنالك طلعة، هنالك اقتراب، هنالك فرصة. يأتي توجيهاته وبقراءته ثابتة من اليسار تنقل إلى المنطقة، لكنها إلى خارج أرضية الملعب بتدخل علي الجمل على مستوى الكرة الماضية. والماضية وصلت إلى ركنية منطقية أن تتعادل مع الشباب بعناصره وبفريقه وبتاريخه. أمر رائع جدا ودفعة معنوية بالنسبة للتضامن. الطلعة اليمنية، يا الله يا الله، أنتم أدخلتم إلى أرضية الميدان ساحرا لا لاعبا لكرة القدم. يا لك من فنان، ويا لك من كبير، ويا لك من مميز. الضربة القاتلة، الضربة الرائعة، الضربة المميزة. هل تدربت عليها قبل ذلك؟ أسألك فأجبني. الكرة من اليسار، الطلعة والاقتراب. هب هنا، هب هنا، بكعبه بكعبه بكعبه، وضعها، سجلها على مستوى أرضية الملعب، وهذا طبيعي جدا. لكن قد يصمدون. اليمني الرائع، هذا التقدم من علي عباس. التمريرة والثاني ممكن، الثاني ممكن، لكن لم تكتمل الكرة الماضية، لا زالت. وبعد ذلك كيف ستروى الرواية، رواية المباراة، التغطية. الآن تنجح هذه الاستراتيجية في أرضية الملعب، سيعتمدها. والآن الانطلاقة من الجانب الأيمن، طلعت الثاني، فرصة الثاني، حطت الثاني. لما لا قد تكون قريبة، لما لا قد تكون الآن. هذه الضربة، هذه يا مجنون يا مجنون يا مجنون، ماذا تفعل في الميدان؟ أي جرأة بقدمك قبل أن تكون هنالك في عقلك، أو العكس صحيح. نعم فعلوها. هذا باول باول باول، سجلها باول، فعلها باول. الوينزي يسجل الآن بهذه التمريرة، بهذا الاستلام والتحضير. نظر إلى الزاوية الخالية، أسكنها لف. أرتو يا عيني، أرتو يا صديقي، أرتو يا حبيبي، على يسار حارس المرمى. قال له ردها إن استطعت. قد يعاقب كراسكو، قد يعاقب. جاءت التمريرة، السقوط، العقوبة وصلت، العقوبة أتت، بل لم تدخل إلى الشباك، إنما على أعتاب خط المرمى. كيف ذلك؟ هي ضربة جزاء. إذن العقوبة على أعتاب خط. بدعوات علي الجمل، كراسكو بخطواته، كراسكو بكرته، كراسكو 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 جول، كراسكو أوت، كراسكو أوت، كراسكو أوت. كرة إلى خارج الميدان. أي جراح بجسد الشباب. إنها عميقة وعميقة جدا. نعم تنزف الجراح. يتلاعب ويقترب كراسكو بنقلته. الأول قادم، ممكن الآن الضربة قادمة الآن، لكن يأتي التدخل ولا زالت التسديدة إلى بر الملعب. راحت، مضت. سيروا بكرتك لم تسير، كرة سيرو لم تسير كما أراد. كرة ثابتة من اليمين تنقل، والمتابعة، وبعد ذلك إلى علي الجمل. هذه الحالة سادة الكرام في كل مكان. أنا لا أتدخل لأنني لست مختص. لدينا هنالك الاختصاص، تدخل على مستوى الكرة الماضية. والبطاقة قد تكون موجودة، البطاقة قد تكون موجودة تعلن بأن هنالك النقص العددي قد يكون رسمي. نعم، ماذا؟ لا يوجد شيء. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. كرة ثابتة تنفذ الآن بشكل مباشر، ولكنها إلى أحضان عبد العزيز. اليمنى، الطلعة لمصلحة الشباب، استلام، التقليص. مرت الكرة الماضية، عدت الكرة الماضية، فاتت الكرة الماضية. لم تعاني الشباك.
شوط اللقاء الثاني. نقلة واقتراب لكن لم تكتمل. يقول لك انه ممكن يقل المجهود البدني لمصلحة على مستوى صفوف ثابتة من الجهة اليمنى، تنقل إلى المنطقة، لكن وين؟ لا زالت في أرضية الملعب، هنا وتارة هناك، مرة على اليمين ومرة على اليسار، لكن يا سلام على هذه الصورة، هذه الصورة التي تأتي بختام شوط اللقاء الأول، والتي تعبر عن نفسها تعبيرا كبيرا مثيرا رائعا. مرحبا بكم سادة الكرام في كل مكان. هنا العودة لمجريات شوط اللقاء الثاني بمباراة العودة، الانطلاقة والنقل إلى الأمام، يأتي التدخل وكرة إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركنية من الجانب الأيمن بهذه الكرة الثابتة بالنقل إلى المنطقة. هنا في منطقة الخطر، الاقتراب من أجل الثالث، أحواضهم الطلعة من الجهة اليمنى، هنالك انطلاقة واقتراب، الكرة قريبة الآن، هنا التقليص، لكن هنالك علي الجمل وقف بقوة. ونتمنى أن تمضي الأحداث على ما يرام، بذلك السقوط على مستوى أرضية الملعب بالنسبة لنواف. سقط على أرضية الميدان، سلامة لنواف ولكل اللاعبين. هذا التدخل على مستوى الحالة الماضية. المنطقة الفنية، المسألة مسألة ذهنية، عملية التقدم، كراسكو مرت الكرة إلى خارج أرضية الميدان. هذا تحليلي. أسماء إلى أرضية الملعب، كرة وتقدم وضربة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، وركلة حرة من الجهة اليسرى. هذا التدخل الامبراطور يا عمر منصور بكرة واصلة، لكن هنالك في ملعب النواخذ، هنالك انطلاقة، هنالك ارتداد، هنالك فرصة، هنالك محاولة تقدم بنتيجة المباراة. أم عاشقو فريق الشباب يتأمل بعودة الليث على مستوى هذه الموقعة. ظهرت البطاقة الحمراء، يغادر أرضية الملعب كالتضامن ب10 لاعبين. هذا التدخل على مستوى الكرة الماضية، وهذا الخطأ الذي كان بقرار حكم اللقاء لمصلحة التضامن. نقلة خاطئة، كراسكو بنقلة كراسكو بالتسديد الآن، الكرة قد ارتطمت أو لا زالت في الميدان. هنا كرة تنتهي عند حارس المرمى. هل كانت هنالك لمسة يد؟ لا أدري، صدقني لا أدري. الكرة لم تخرج وحافظ عليها على ما يبدو قبل خروجها، لكن الآن هنا يبدو ضربت برأسه. لا ضربت برأسه والكرة هنا لم تخرج. أين تلك الحلول يا كراسكو؟ نقلة كراسكو إلى المنطقة، لكن الجمل بخروجه وفي منطقته يتحصل على خطأ. نعم يتحصل بخروجه. نعم تركناه. أردت أن أتحدث عن التاريخ، لكن بهذه اللحظات قائمة والنقلة. هنا ممكن التقليص، الاقتراب، التسديد إلى خارج أرض. تمضي الأحداث في هذه المقابلة من البداية. نحن هنا من أجل أخذ النقاط، لم يقولها بلسانه بل عبر عنها بمستوى لاعبيه. لا زال بارعا، لا زال مميزا بردات فعله أمام الشباك وحراسة مرماه لكن بعد هذه الكرة الثابتة، نقلة إلى المنطقة، هنا الخروج. يا الله يا لها من بسالة، ويا لها من وقفة كبيرة. إنها الروح، كرة القدم تلعب بالروح قبل أن يكون هنالك تكتيكا. نعم يلعب ب10 لاعبين، نقلة واقتراب، لكن الجمل بتسديد راحت إلى خارج أرضية الملعب. هي روح الفريق الأبيض، هي روح الامبراطور. فماذا لو كان ما كنت أعبر عن التضامن؟ فالشباب عليه أن يركز، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. شبابية الآن إلى المنطقة وحارس المرمى. عملية التقدم والتسديد، لكنها إلى خارج أرضية الملعب.
صارت إلى ضربة مرمى. الكرة من الجانب الأيمن، سيفرح برجاله ونسائه. الفرحة تتثبت الآن، صافرة الختام جاءت، سجدة الشكر تأتي بأجمل لقطة، أجمل احتفال هنا مع النهاية. يشكر الله أولا، وبعد ذلك دعونا نفرح بما قدمنا لأننا توفقنا، نعم بفضل الله. هكذا وكأنه لسان حال المدرب، هكذا كأنه لسان حال هذا الرجل الذي عرف أن يقود هذا الإمبراطور ويقدم مع مباراة كبيرة. بندر بصريح صرح لنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.